السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة، تصوموا وتعاودوا باش تمنيتوا يا ربي. بسم الله على بركة الله. ندوز معكم المقادير ديال السفوف. تبارك الله. كلشي تيعرف يدير السفوف، ولكن البنات اللي مبتدئات اللي غادي يبغيو يتعلموا، علاش لا نشاركوا معاهم يعني المقادير ديال السفوف اللي تنديروا. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا ديال 3 كيلو ديال الطحين. الطحين ديال الزرع العادي، تتمشيو فينا تلقاو هذا الطحين ديال الزرع العادي اللي تيكون صفر، هو بحال شكل الفرص، هو تيكون صفر، تيكون عند الهريان. اغلبيه تلقاوه في الهريان، ما تلقاوش في الحوانت. باش نوصل لكم المعلومه كامله، هو زوين في المذاق، تيجي بنين وتيدغيا تيتحمر لكم حتى التحمار ديالو. بسم الله تيجي زويون. ها نتوما قربوا الكاميرا، ما تيتحرقش، ما لونه تيعطيكم واحد اللون ديال السفوف ذهبي. انتم تبارك الله. بغيتو ديروا كيلو، بغيتو ديروا 2 كيلو، انا عندي هنا 3 كيلو ديال الطحين ديال الزرع العادي، وعندي هنا الرابعه ديال النافع. بالنسبه للنافع اللي تنغسلو ضروري غسلوه، غير هما سارعوا في الغسيل ديالو وديروه يتشمش مزيان ونقيوه. وهنا عندي المسكه حره، وهنا عندي واحد الراس ديال الكوزه، واحد الكريكيبه ديال الكوزه، وعندي هنا الرابعه ديال النافع البلدي، حتى هو تنغسلوه ونقيوه. وعندي هنا الرابعه ديال حبه حلاوه، حتى هي تنغسلوها ونقيوها. كي تعرفوا هاد المقادير تيكون فيهم التراب اخواتاتي، ضروري تغسلوهم، غير نتوما سارعوا في التغسيل ديالهم، في الغسيل ديالهم، باش ما يشربوناش الماء. ها نتوما تبارك الله، حبه حلاوه راه غسلتها وشمشتها دغيا دغيا وتتكون نقيتها. بالنسبه لي خواتاتي اللي بغاو يديروا غير نص المقادير، يديروا غير نص المقادير. مثل هذا الرابعه ديال الحاجه حاجه يقسموها في النص. وعندي هنا الرابعه ديال القرفه اللي تنطحنوا على يدينا. وعندي السكر كلاصي على حسب نتوما شنو تتبغيو. عندي هنا 3 كيلو ديال الشنجلال اللي تنكونوا غسلناه وشمشناه ونقيناه. هانتوما تبارك الله. وعندي هنا بالنسبه هاد المقادير كاع اللي قلت لكم هكا، غسلوهم وصفوهم بهاد الصفايه هكا وشمشوهم دغيا دغيا. وعندي هنا كيلو ديال الكاوكاو. حيدات المقادير هنا باش يبان لكم شنو. كيلو ديال الكاوكاو، 2 كيلو ديال الكاوكاو اللي تيكون يعني منقي. هانتوما هاد الكاوكاو راه تيكون زويون، تاخذوا 2 كيلو على حسب. اللوز راه غالي تبارك الله، راه اللوز يعني غالي بزاف ماشي شوي. عندي هنا 2 كيلو ديال الكاوكاو، وعندي كيلو ديال اللوز بقشرته، عاد غادي نصاوبو. نص كيلو غادي نغسلو ونديرو في الفران يتحمر لينا بالقشره ديالو ونطحنوه. والنص كيلو الاخر غادي نسلقوه ونقيوه ونقليوه مع هاد الكاوكاو. هادو هما المقادير اللي بغيت ندوز مع خواتاتي. من سباتي تمت الفيديو حتى هذا غير الفيديو الاول، حتى الفيديو الثاني ان شاء الله ونشارك معكم غادي ندير من نطحن هذا الشيء ونوجد هذا الشيء عاوتاني، باش غادي نقدم معكم فاش غادي نرونوا الزميطه ولا السفوف. كل واحد شنو تيقول. النصيحه لكم بالنسبه اللي بغى يدير يعني العسل ولا الزبده في السفوف، ما تيخليهاش مده طويله. ما تتبقاش في المذاق السفوف، تيولي تبدل ليها المذاق. بالنسبه ننصحكم بحال خواتاتي، المهم اللي مجربه انا الزيت ديال نوار الشمس ولا زيت الزيتون احسن، يعني السفوف باش غيبقى لكم في المذاق ديالو مده طويله. وهما هاد المقادير الصراحه، هاد المقادير تيخليو لكم يعني السفوف ديالكم باش غترونوه احسن. تفاداو العسل وتفاداو الزبده، واخا تكون الزبده مزيانه تتولي يعني بحال تعطي داك المذاق ديال السمن الحار. وبالنسبه للعسل تتولي لنا داك السفوف تيتكركب لينا. هذا من النصائح اللي غادي نقدم لخواتاتي. حسن خذوا الزيت ديال الزيتون ولا الزيت يعني نوار الشمس. كل واحد تيمشي على حسب الاستطاعه ديالو، وكل واحد تيمشي على حسب جيبو كما تيقولوا. وشكرا على المتابعه، وشكرا على التعاليق ديالكم. هذا هو الفيديو اللي غنشارك مع خواتاتي اليوم. من سباتي تم هذا الفيديو حتى نوجد عاوتاني داكشي باش نقدم معكم من غادي نخلطوا الزميطه ديالنا ولا السفوف. بقاو معايا ما تمشيوش فين حتى الفيديو الاخر ان شاء الله.